السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. في هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض دي ميني كيش بالحشو السائل. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا فيديو اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. أول شيء نحضر العجينة. عندي 250 غرام فرينة، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة ثوم بودرة. نزيد 125 غرام زبدة باردة مقطعة مكعبات صغار. نحاول ندخل الزبدة في الفرينة غير بأطراف الأصابع حتى نتحصل على قوام مرمل. نزيد بيضة كاملة ونحاول نلم العجينة. إذا ما تلمتش نزيد القليل من الحليب البارد ونكمل لمها حتى نتحصل على عجينة متماسكة بهذا الشكل. نغطيها وندخلها الثلاجة نصف ساعة. بعد ما ترتاح نحلها، نقطع دوائر حسب حجم القوالب، نحط كل واحدة في القالب ونرجعهم للثلاجة. بالنسبة للحشو، علبتين ياغورت طبيعي، نفس العلبة حليب سائل، نخلطهم مليح. نزيد 2 حبات بيض ونكمل نخلط. نزيد اللحم المفروم، كنت قليته مع حبة بصل مقطعة. نكمل نخلط الكل مع بعض مليح. هنا القوالب كنت خرجتهم من الثلاجة، نثقبهم بالفرشيطة ونعمرهم مباشرة بالحشو اللي حضرناه مع بعض. نزيد من الفوق فخوماج غابي وندخلهم للفرن مسخن من قبل على 180 درجة، مدة الطهي نصف ساعة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوها. إذا عجبتكم ما تنسوش لايك الفيديو. إلى فيديو قادم، مع السلامة.